بما انه جاي تزداد اعداد الطلاب جيل بعد جيل، وعندنا مراحل هواية يعني ابتدائية ومتوسطة واعدادية، اكو بناء امل مدارس جديدة بالعراق كلها بيها بس مدرسة واحدة 3 دوامات ابتدائية، متوسطة ما عندنا. زين فاضطرينا هاي السنة نأجر طلابنا بيت ب10 ملايين ونص، جمعنا من كل طالب 100,000 وانشأنا هاي المدرسة اللي هي هسه موجودة حاليا. شنو هاي؟ كارثة، مأجرين بيت ومسوينه مدرسة، لا وفوقاها لامين من كل طالب 100,000، يعني هم بيت مسوينه مدرسة وهم على حساب الطلاب. لعد وزارة التربية شنو دورها؟ آمنت بالله، لنفترض أنا ولي أمر طالب ويريد يدليني على مدرسته، ايش راح يقول لي؟ مو بيت أبو علي ولا بيت أبو حسين، البيت اللي بصف بيت أبو عادل. زين الفرصة وين راح تسوونها؟ بالسطح؟ بما أن الفرصة بالسطح، الحانوت بالمطبخ. إذا الحانوت بالمطبخ يعني صف السادس معروف عليه دائما فوق، يعني غرفة النوم راح تصير فوق، وظلت عندنا شغلة وحدة، وهي إذا الحانوت بالمطبخ وصف السادس بغرفة النوم والسطح ساحة مال فرصة، يعني الإدارة بالترك. نتمنى من سيادة الرئيس يتدخل فورا ويتجهون لبناء مشاريع بالعراق، لأن الوضع خرج عن السيطرة. بالمناسبة يقول لك البارحة حس عليه أمر إلقاء قبض، هن الأسباب هواي، بس السبب الأهم البارحة يقول لك مثلا أول بارحة تقريبا صاعد بث مباشر وي ممثلة ميرا النوري، ما أقدر أذكر ممثلة شنو لأن تنضرب الحلقة. أنت خذ لك بس هيك زلمة يعني لك والله طرقاعة، صاعد بث مباشر هو ومرته ويقولون المرته نحبك قباله. احبك اسمع، احبك الله يعاطرك ان شاء الله يا ولد عبود، احبك ولا اكشبيك. يلا استلم. هسه المفروض اي واحد ينشر مرته ينشر رقمها وياها حتى نتناقش وياها يعني ببعض الامور. انت تنشرها بس هي شلون راح نتواصل وياها احنا يا عمي؟ لك بس اخذ لك على هيك زلم، ولك زلمه شتوا ما تستحون. انه هذول هذا اللي يصور مرته وينشرها مو بس حس هم ذول هم هواي. من السئله تقول له يابا ليش هذا عرضك؟ ترى حرام، الله ما يقبل، انت ما عندك غيره. شي يجاوبك؟ حريه شخصيه. وين الحريه الشخصيه؟ يعني هل من ضمن الحريه الشخصيه؟ والله راح السوداناني كلاها. هسه المفروض هذا يصير عبره علما هذول غيره وغيره من يشوفونه المفروض يكفون يقعدون ويسكتون بعد حتى نخلص من هاي النماذج التعبانه كلها. صور مرته ونشرها والكم شنو قعدوا شنو هالطرقاعه هاي؟ هذا الشاب اللي انتشر بالمواقع التواصل الاجتماعي هيك يسوي على اساس نافخه عليه بزون والعالم تعاطفه وياه. يا هلا والله، شلونكم شباب؟ طبعا اليوم اني راح اشرح لكم على حالتي اللي انا بيها هسه حاليا. طبعا بالبدايه كانت عندنا بزونه مربينها، بس هاي البزونه وحشيه. ساعه ب3 بالليل تقريبا قاعد هنا انا اقلب بالجهاز مالتي، فجاه هي صارت فوق الشربات، انا مندمج بالتليفون اقلب، باوعت عليها نفخت بوجهي. يعني بعد ما نشر هذا المقطع تعاطفوا وياه العالم، تعاطفوا وياه يعني بصوره جدا حلوه، والدكاتره تعاطفوا وياه ومعالجين قالوا له احنا نعالجك وببلاش. والله فتره تقريبا يومين ثلاثه، قبل يومين ثلاثه دخل حسابه 1,000,000 متابع على التيك توك، راسة طلع مقطع جديد. طبعا احنا نعتذر من كل البزازين عشان البزازين شكوا عندهم بالعراق بسبب هذا الموضوع. حبايب قلبي شو كافي طبيت 1,000,000 ايش قد تريد تنافس كريستيانو رونالدو؟ اخوان نعتذر من سالفه حسين طبعا ومن البزازين. احنا قضينا حياتنا نغني بسميه ومحمد سالم ما صار بينا، فالبزونه كانت ماكله بصل ومدخنه تفاح. انا وما يصدق البزونه ببابنا 100 العاد وما يسترجف، صار الموضوع مو يمه فتسولف. انا اعتذر من كل عتم يمشي بالشارع، اعتذر من كل بزون. اللي ما افتهم شنو السالفه، هذا طلع قال نفخت علي البزون وهذا وضعي، دخل حسابه 1,000,000 متابع بعاطفه الناس، راسة طلع مقطع جديد قال انا ما بي شيء واعتذر من شكو بزونه بالعراق. يعني استغل طيبه العالم واستغل قلب العالم وطش براسهم
وهسه طلع ما يعتذر من العالم، يعتذر من مين؟ من البزازين. اخذ لك على هيك صلف. حتى الدكتور قايل له علاجك يم البث المباشر والمشاهدات، انت ما بيك شيء. هذا يعتبر درس لكل شاب او شابه تتاثر بهاي النماذج، ومن تشوفه بسرعه تصدق. بما انه هذا طلع وسوى هاي الحيله والطريقه ووصل بيها للغايه اللي يريدها، فراح تقلده هواي عالم بهذا الشيء. هاي نصيحه الكم، لا تتاثرون ولا تتعاطفون ويا اي شخص، ترى كذابين ويستغلون طيبه العالم حتى يصعدون من اجل الطشه والمشاهدات.